صباح مساء الخير يا برو. النهاردة هجيب لك أفجر كيبورد في المجال حرفيا. الكيبورد عبارة عن 4 واجهات غير الواجهة الأساسية، يعني 5 واجهات، سمات رايقة وسريعة، ومتنساش تفعل زر الجرس تعمل لك الكومنت بتاعك الحلو، ومتسرعش الفيديو عشان في حاجة لازم تعرفها الأول. حلو الكلام. الكيبورد هيبقى بالمنظر ده، تحت بيقولك سولدر، وده التغييرات بتاعته. السمات هنرجع لها دلوقتي. شورت كات، لغات، سيتنج. الواجهات الأربعة نرجع لها بعدين. الإعدادات الأساسية، صوت واهتزاز، اتجاهات، تصغير وتكبير، السمات. أما دي الإعدادات الإضافية. أما دي اللغات، ودي الباك أب أو ريستور. ده الأباوت أهو، هيبقى من المنظر ده كده. حلو الكلام. تعالى نرجع للسمات. حلو الكلام. السمات select APK from app اهو. تعالى نجيب أول سيم. أول سيم هيبقى الأزرق، تاني سيم هيبقى الأسود، تالت سيم هيبقى النبيتي في أبيض في أسود، رابع سيم الأخضر، خامس سيم الأبيض في أسود، سادس سيم هيبقى السراب، أما السابع سيم هيبقى الرصاصي، أما التامن سيم هيبقى رصاصي أيفون، أما التاسع والأخير هيبقى الأسود بردك بس في أبيض المرة دي. حلو الكلام. تعال نشوف بقى، نخش الشات ونشوف بقى اللي جوه وكده. حلو الكلام. الصفحة هتبقى بالمنظر ده، شايلك النقطة وحاططلك الشرطة. اما ده صف الايمو. حلو الكلام. اما ده رسالة فارغة اهو، سولدر مودز، ده الزخرفة الانجليزي. حلو الكلام. اما ده رموز، وده الشات، مسحت لك الكوبي، وده اللي هو الزخرفة الجديدة اللي مش مع حد اصلا. دي صفحة التحفيل. حلو الكلام. كده يعني اهو، وحاطط لك الكوبي. حلو الكلام. كوبي والقلب بتاعه. اما ده انجليش عادي، الايمو، شايلك بقى هنا بقى الحافظة والنقطة والكوبي وكده، وهنا نفس الكلام وهنا نفس الكلام، وسبتلك النقطة بس. تعالوا بقى نشوف الواجهة. حاسس انا ان دماغي تقيلة، افصل حبة انا مش فاضيلك. دلوقتي انت شفت جوه كل حاجة، فاضل بقى الحافظة. الحافظة هتبقى بالمنظر ده. حلو الكلام. هيبقى 4 خانات، تاخد الكوبي بتاعك. اما دي الحافظة اهو، الحافظة نفسها هيبقى دي فكرة محمد بازوكا، انا خدتها منه وطبقتها على الكيبورد بتاعي. مننساش تفعل زر الجرس وتعمل لك الكومنت بتاعك الحلو. وكان معاك سولدر، وبإذن الله الأيام اللي جاية هيبقى محتوى حلو. في حاجة بقى لازم اقولها لكم، اللينك بتاع الكيبورد هيظهر بالمنظر ده لما تخش على اللينك اللي انا حطيتهولك في الوصف. حلو الكلام. هتعمل ايه؟ هتضغط هنا، ولو مشترك هتشترك، ولو مشترك روح اعمل لايك على الفيديو عشان تفتح لك ويجيب لك الكيبورد. حلو الكلام. يعني مثلا لو دي مثلا نعتبر ان احنا لسه داخلين القناه ومش عارفين حاجه، هنا هيجيب لك سبسكرايب اللي هو اشتراك، هتضغط وتخش على الفيديو اللي هو مثلا ده اللي لسه نازل وتعمل لايك. هتعمل كده وترجع تاني اهو، هو كده هيحمل معاك زي ما هو يعمل لك صح لو انت عملت اشتراك ولايك، ويدخلك على طول على اللينك. بس كده. متنساش تفعل زر الجرس وتعمل لك الكومنت بتاعك الحلو.